عم دروسي سعيد عليكم يا رب. تعالوا نشوف اللانش بوكس ده. اول يوم مدرسه كده، اللانش بوكس بسيط وسهل جدا. انا جبت الفينو بفتحه كده بالمقص، بيكون سهل جدا يا جماعه. هنعمل لانش بوكس سهل جدا وبسيط، و حطيت لها كده جبنه رومي في السندوتشات، وكمان هحط لانشون. تمام، وتقدروا تعملوا اللانشون في البيت برضه، هعمله معاكم باذن الله بطريقه سهله وبسيطه جدا ان شاء الله. بس ده كان الصراحه كان اللانشون جاهز، وهعمل لها بس نص كده بسيط من النوتيلا، حاجه كده ايه تبقى مسكره جنب بعد الحوادق دي. فالفينو هش جدا وكده، فعملت لها نص تاني بقى ايه نوتيلا كده. وبعد كده هحط الخيار، الخضار بتاعي هو الخيار، ممكن تحط طماطم، حاجه اللي اطفالكم بياكلوها. تمام، وممكن نحط واحده تفاح، كمثرى، جوافه. انا هحط هنا تفاح وهلفه بالبلاستيك راب كده علشان ايه ما يسودش معانا. هو والكمثرى هنعمله نفس الكلام، او الجوافه او الموز، عشان ما يكرفش كمان على السندوتشات. تمام، هحط بقى السندوتشات في اللانش بوكس بتاعي كده الجميل الحلو ده الجديد. وبعد كده هحط بقى الخيار، هرص كده الخيار، والجنب التاني هحط فيه التفاح كده خلاص اللي انا حطيته في البلاستيك راب. وهنا هحط لها واحده كده من السناك، هحط كده بسكوت. وكده اللانش بوكس بتاعي جاهز. تقدروا بقى تدوها معاها ميه او عصير لو حابين. الميه طبعا اساسي، بس بتكلم على العصير، لو حابين تدوهم برضو معاهم عصير. وكده كان جاهز معايا.